ضيوفنا في الاستوديو سيادة اللواء دكتور محمود خلف والأخ الأستاذ عادل السويدي. أهلا وسهلا. إذا بدأت من طرفك أستاذ عادل، ما الذي أوصل الأمور إلى هذه الدرجة؟ مظاهرات ما فيش قدرة أنها تنطلق في الشوارع، فتطارد حتى في المقابر، واشتباكات ويعني إصابات، وكروبي وبوزنه وبدوره التاريخي في إيران كرئيس مجلس النواب ومرشح للرئاسة يصل إلى درجة القول أو التوصيف أو التشبيه بين الممارسات التي يقوم بها الأمن الإيراني ضد المتظاهرين الإيرانيين والأمن والجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين، بل يقول أنها أفظع. ما الذي أوصل الأمور إلى هذه الدرجة من الحدة أستاذ عادل؟ نعم، في البداية أشكرك أستاذ طلعت على هذه المقدمة. بالنسبة لوصف السيد كروبي لما يجري، هو أخطر كما وصفها، أخطر من ما يجري في الأرض المحتلة. أسوأ. نعم، هو قال أسوأ. نعم. أسوأ. هي في الحقيقة صحيحة، والآن كروبي وصل إلى هذه النتيجة في حين أن ما يجري وجرى منذ 30 عام منذ مجيء الخميني هي الأمور ذاتها، وبل أسوأ، وأستطيع أن أقول أخطر. نعم. في مناطق أخرى، لأن إيران في الحقيقة تقصد إيه بمناطق أخرى؟ مناطق الشعوب غير الفارسية، مثل الأحواز، القطر الأحوازي، مثل كردستان، بلوشستان، ما يتم التعامل معه. يعني أنت تقول هنا أنه حتى هذا الوصف الذي يعني قاله كروبي على المتظاهرين، دعنا نقول من الفرس في داخل طهران، يرتكب مثله وكمان أفظع منذ سنوات طويلة على الشعوب غير الفارسية. بالتأكيد. في أول شهور مجيء الخميني أنا أتي بمثال ملموس. أحدث الحرس الثوري والباسيج بأمر من الخميني ذاته مجزرة سميت بمجزرة الأربعاء السوداء في مدينتي عبادان والمحمرة. راح ضحية 3 أيام أكثر اللي كنا بنسمع عنهم طول الوقت أيام الصراع بين العراق وإيران، عبادان والمحمرة كانوا دائما قبل حتى الحرب الإيرانية العراقية. أول مجيء أو منذ الشهور الأولى راح ضحيتها 3 أيام 500 إنسان عربي. ليس لشيء، لا لأمر، إنما طالبوا يعني أكثر من عدد اللي سقطوا في المظاهرات الأخيرة مضروب في عشرات الأضعاف. رغم أن خاتم اليوم صرح على أساس أن منذ 13/6 يونيو الفات ولغاية اليوم قتل حوالي 100 شخص. احنا في منذ مجيء الخميني في 3 أيام صفي وقتل 500 إنسان عربي. إذن في مجزرة واحدة. في مجزرة واحدة سميت بمجزرة الأربعاء السوداء. موضوع طهران لو شاهدت الجغرافيا التي يتحرك فيها المتظاهرون ستجد أنها مناطق فارسية. قبل هذه الانتفاضة سميت انتفاضة إيرانية، ستجد أنها في طهران وأسفهان وشيراز. الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة مختزلة فقط في طهران، لا يوجد إعلام يستطيع أن يعني في أحداث في مناطق أخرى جارية الآن بالفعل، وعمليات قمع أسوأ في مناطق أخرى في إيران الآن. طبعا هذه الانتفاضة شعبنا الأحوازي في 2005 بالضبط، في 15 نيسان 2005 انتفض ضد الممارسات الاستيطانية والتفريسية والتهجيرية بالنسبة للعرب في ذاك اليوم، وامتدت الانتفاضة لتشمل كل المدن. أنا سأعود إليك في هذه النقطة تحديدا، لكن دعني أتحول إلى سيادة اللواء دكتور محمود خلف. نجدد الترحيب بك سيادة اللواء. سيادة اللواء، في شيء يبدو محتاج إلى توضيح من عقلية في وزن خبرتك ورؤيتك. ما الذي يجعل الأحداث ثابتة عند فكرة استمرارها ويجعلها تتطور في مواجهة نظام لم نكن نسمع من قبل عن أي حدث يجري في داخل إيران؟ إيه التفسير اللي ممكن النهاردة نقدر نقدمه للناس حوالين هذه الحالة الجديدة؟ نحن في البداية جرت تصورات إن احنا قدام أزمة انتخابات، لكن ثبت أن الأمر متصاعد وحالة خلاف داخل النظام. كيف وصلت الأمور إلى هذه الحالة في نظام مغلق زي ده وكان الجميع يراهن على بقائه وثباته؟ هو يمكن تم التركيز اللي بيحصل في إيران. يمكن أنا قلت في برنامج مع حضرتك من مدة كبيرة لما كنا بنقول المؤهلات الإقليمية قبل الانتخابات.
المؤهلات ايران بتحاول تنتزع مؤهلات اقليميه تفتقد اول حاجه عدم الاستقرار الداخلي. يمكن قبل ده صحيح حضرتك تفضلت. عدم الاستقرار الداخلي. عدم الاستقرار الداخلي ده موجود له فتره طويله. لاسباب بدات يعني من قبل النجاة كمان، لاسباب وهي زادت حدتها في وقت النجاة، لاسباب اقتصاديه بالمقام الاول. واسباب ان في طبعا لازم نعرف ان في تطور فكري وثقافي شامل العالم، والشعب الايراني جزء من العالم، من الانترنت الى اخره، للانفتاح العلمي اللي موجود. الشعب بدا يرفض نظام ولايه الفقيه. ده الامر ده يمكن من عقد من الزمان. ومن هنا كانت فكره، وبالتالي احنا الان امام ظهور ما كان تحت السطح. بيظهر في حاجه في الاستراتيجيه اسمها الكتله الحرجه. الكتله الحرجه. الكتله الحرجه عامله زي الايه عشان نبسطها، ده تعبير استراتيجي، نبسطها بيبقى زي المفجر. اللي هو فجاه يعني مع زياده الضغوط اللي حصلت الكتله الحرجه ظهرت في جيل الشباب. واللي يميز درجه خطورتها المتعارف عليه في العالم كله ان المظاهرات العنيفه بتبقى من الشباب الرجال بس. كانت ظاهره واضحه جدا ان السيدات في ايران والفتيات يمكن جنبا لجنبه بنسب اتصور انها يمكن وصلت ل 40%. كلنا شاهدنا هذا المنظر. هذه هي الكتله الحرجه، هي كتله الاشعال. ودي حركه طبيعيه استراتيجيه بدات مع تراكمات قديمه، مع اتصدموا بنتيجه الانتخابات، حسوا ان هم يعني بيتم الاستهزاء بيهم، ادوا الصوت بتاعهم ما لقوش الصوت بتاعهم، ولقوا ان في رئيس فرض، والاكثر يعني زي ما بنقول قسوا عليهم ان حتى ولايه الفقيه قامرت بهذا الامر ودخل جوه. ما كانش المفترض فيه ولكن لاسباب اخرى، لكن هو دخل في الامر. ومن ثم انا لا اتصور ان هذا الامر يعني سوف يخبو باي حال من الاحوال، لان جاب التراكمات القديمه. الشعب ده هو اللي اسقط نظام الشارع الايراني. والشعب الايراني هو شعب صاحب حضاره طويله نعلمها جميعا، وهو اللي اسقط نظام الشمال. وهو هذا الشعب قادر على اسقاط هذا النظام الديني، لانه مش نظام ديني سيقراطي فقط، ولكن هو بأسوأ صوره انه سيقراطي، او ده التعبير العلمي، مذهبي على فارسي، على عسكري. عسكري. لما بيجتمع الامرين هو امر واحد يؤدي لفشل الدوله. معاهم الامرين، لان النهارده بقى وضح حتى من التصريحات والانشقاقات. هو ده اللي انا عايز اسال عنه يا ست لو، انه الان نحن امام مشكل، مش مظاهرات في الشارع فقط، لكن نحن امام، مش عايز اقول انفجار في البناء السياسي نفسه، لكن أن العناصر التي تقود التحركات الحالية هي في نهاية المطاف عناصر جاءت من داخل النظام وذات حيثيات كبيرة في إدارة هذا النظام. طبعا ما احنا شفنا قدامنا كروبي وقدامنا خاتمي وقدامنا موسوي، رئيس برلمان ورئيس وزراء ورئيس جمهورية. النقطة دي جيدة جدا، لأن عشان تقرأ الخطورة لما نجي مثلا خلينا نقول هناك ثعلب سياسي وراء سنجابي. هذا الثعلب السياسي قعد الى فتره طويله. استشعر خطوره الامر. استشعر خطوره الامر في الشارع. واصبح يعلم جيدا تماما ان العد التنازلي لاسقاط نظام ولايه الفقيه قد بدا العد بالفعل. مساله وقت من اجل. ولذلك احنا كلنا يعني وفي الكثير كانوا بيتابعوا، قعدنا صمته لفتره طويله. وبدا يتكلم ووجه حديثه الى المرشد علي خمائني. وجه له الحديث وطلب منه مطالبات. فهذا الوزن ومعه مهدي كروبي، وده راجل له تاريخ طويل. ان الناس دي ما هياش مثلا بتتكلم من فراغ، لانها تعلم ان البسيط تعلم موازين القوى داخل النظام وقدرات النظام. فطبعا الناس دي قعدت فتره صمت طويله جدا. ولم يكن لو كان هذا النظام قادرا وان القبضه الحديديه سواء البسيج او الحرس الثوري هم في الاخر برضه من الشعب، يعني خلي بالنا ان هم يعني من الشعب في النهايه. لو كانوا يستشعروا ان هناك قبضه حديديه قويه